السلام عليكم غالياتي، واش راكم؟ نتمنى تكونوا دايما بخير يا رب العالمين. غالياتي، وما يغلى عليكم حتى حاجه. كما وعدتكم الفيديو اللي فات تاع البغرير، قلت لكم رايحه نشارك معاكم وصفه البغرير تاع امي. يعني الوصفه تاع اليوم امي اللي دارتها لكم، يعني على الطريقه التقليديه. شوفوا، البغرير تاع امي كامل يموتوا عليه ويشكروه، ناجح 1000000%. على بها حبيت نشاركه معاكم اليوم بكل التفاصيل، باش هكذا كامل تعتمدوا الوصفة وتنجحوا فيها. وماما العزيزة ربي يحفظها وربي يخليها لينا ان شاء الله يا ربي، راها مسلمة عليكم كاملين، وقالت لكم نحتاج منكم غير دعوة خير، هذا ما كان. وانا نقول لكم اذا عجبكم الفيديو، عجبتكم الوصفه، فرحوها بالجام. شوفوا يا البنات، البغرير هذا نتاع امي كيما نهضر عليه ما راحش نعطيه حقه. راح تشوفوا وصفه البغرير من اروع ما يكون، على الطريقه التقليديه بالسميد فقط، بدون مكسور وبدون عجن وبدون دلك. فقط تبعوا معي الوصفه للاخير، راح تخدمها لكم ماما بكل تفاصيلها خطوة بخطوة. راح تمد لكم كل المقادير والطريقة، يعني الطريقة الأصلية نتاع البغرير. قبل ما نبداو حبيبتي، ما نساوش الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. مباشرة راح نمروا للمقادير وطريقة التحضير. ما تعطيوش هذا الفيديو للبنات وإلا رايحين تندموا. هيا نبداو مع بعض. هنايا عندنا 4 كيلات تاع السميد، كيلت بهذا الكيل او بهذا البول تاع الشوربه. البول هذا تاع الشوربه يعني نقدروا نعوضوه بالعلبه تاع 500 غرام. يعني 4 كيلات. حطيت شويه تاع الملح في 4 كيلات، حطوا ملعقه كبيره معمره مليح تاع الملح، ونزيدوا لهم ملعقه كبيره او نصف ملعقه، عفوا نصف ملعقه كبيره من خميره الخبز. قالت لكم ماما ما لازمش تحطوا خميره الخبز بزاف في البغرير تاعكم، والا ما راحش يكون بغرير بنين بأتم معنى الكلمه. هنا حطيت لكم شويه تاع الزيت. المقدار تاع الزيت في هذه الكميه تاع السميده البنات قالت لكم ديروا ربع كاس، وما يقابل 4 ملاعق كبار من الزيت العاديه. وهنا زادت ملعقه كبيره من السكر. بدات تبسس في هذاك الزيت مع السميد ومع السكر ومع الملح وخميره الخبز. تبعوا البنات الطريقة، راها ناجحة 1000000%. وهذا البغرير أمي يعني مشهورة بيه بزاف، الناس كامل تحب البغرير تاعها. هنا جابت الماء الدافي وبدات تبل في العجينة، تبلها وتلمها حتى تحصلوا على عجينة تكون طرية نوعا ما. ماما في البغرير عينها ميزانها. هنا فقط حبت تمدلي المقادير بالتفصيل هكذا باش كامل تنجحوا فيه. الا حبيتوا كيله صغيره البنات تقدروا ديروا كيل صغير بالكاس. يعني راني مشاركه معكم وصفه البغرير بالكاس، يعني تقدروا ترجعوا ليها، راها نفس الطريقه. لكن في هذا الفيديو تبعوا الطريقه الاخير باش هكذا تشوفوا كامل التفاصيل. هنا البنات بعد ما بلت العجينه بدات تعجن فيها. الوقت تاع العجن صدقوني، شوفوا انا مورفه نقول لكم ما يتعجنش البغرير، لكن الوقت تقريبا عجن 1 دقيقه. امي يعني ما عجنتوش، خلاص داتو جابتو، هذا هو الوقت اللي عجنت فيه البغرير. يعني درت اقل وقت للعجن. هذا ما كان، شوف ماني حدثت في الفيديو والو. بعد ما عجنت تقريبا واحد نصف دقيقة ولا ما كاملاش، بدات تزيد في الماء الدافي وتعجن فيه. العجنة البنات راكم تشوفوا فيها باللي تعجن فيه مع التقطيع، راها تقطع في العجن. البنات تدعيو لماما يحفظها ربي ويحفظ لها وليداتها ان شاء الله يا ربي، ويفرج عليها. ان شاء الله الدعوات تاعكم تكون مستجابة، ويحقق لها واش تتمنى ويطول في عمرها. كل ما تزيد كمية تاع الماء تعجنه مع التقطيع حتى تتحصل على عجينة تكون سائلة. راح تشوفوا القوام تاع البغرير من بعد كيفاه يولي سائل.
حنا في العائله نتاعنا البنات بالنسبه للمعجنات البغرير ولا الكسرة ولا المسمن ولا الفطاير ولا هادو الامور يعني مشهورين بها، وحنا تعلمناهم على ماما. آه، يدها ما شاء الله ويدها بنين بزاف في الامور هذه. وكما البغرير كل ما نروحوا لعندها نقولوا لها دير لنا البغرير نتاعك، يعني عنده نكهه خاصه بنين بزاف البنات، من اروع ما يكون يجيكم كما الشهده. ما تكترولوش خميره الخبز، وحنا ما نحطولوش خميره الحلويات. خميره الحلويات راح تنحي النكهه خلاص تاع البغرير الصراحه. هنا ما كترنا خميره الخبز، ما نديرو خميره الحلويات، ما نديرو الميكسور، ما نديرو الضراب الكهربائي، ما نديرو البيتخا، وهكذاك ويجينا البغرير من اروع ما يكون. في نفس الوقت ما نعجنوهش، يجينا البغرير من اروع ما يكون. الوقت اللي خداته ماما في البغرير تاعها تقريبا واحد ال5 دقائق، يعني من اللي بدات حتى كملت. قالت لكم امي لازمكم تحافظوا على الوصفه التقليديه تاع البغرير، خصوصا البغرير. قالت لكم ما لازمش تبدعوا فيه، على خاطر الوصفه التقليديه تاع البغرير يعني تبقى يعني وحدها، البنه نتاعها بنه وحدها. هنا البنات كما تشوفوا يعني ماما راها تهز كي شافت العجينه هذيك بدات تطلق روحها، راها تهز وتخبط فيها كلي تخرج لها في الهواء. وقالت لكم كي تعجنوا البغرير ما تبقاوش تتكسلوا عليه ولا تبقاو تحكي، ولا لازمكم بالخف تخدموه باش ما يتغرفش معاكم. المعنى نتاع ما يتغرفش يعني باش ما يدير لكمش هذوك الخطوط، يعني خفوا يديكم في العمل. وقال لكم في نفس الوقت ما تخافوش، على خاطر لو كان تخافوا من البغرير من الطريقه هذه رايحين ما تنجحوش فيه. تبقى تزيد في الماء بالتدريج حتى كما قلت لكم يولي عباره عن عجينه سائله، القوام نتاعها يكون كما اللبن ولا الحليب الرايب. راح نشوفوا القوام في الاخر. هنا رايحه دير في يدها، يعني دير بالجنب تاع يدها كما راكم تشوفوا. هنا زدت كميه اخرى تاع الماء. بالنسبه للكيل تاع الماء البنات قلت لكم ما ديروش الكيل، على خاطر كل سميد والنوعيه نتاعو، كاين سميد اللي يشرب كاين سميد اللي ما يشربش. راني قلت لها ديري انتي الفيديو، يعني هضري انتي في الفيديو. قالت لي حشمت، قالت لي مانيش موالفه نهضر في الفيديو، بالك ما نوصلش الفكره نتاعي مليح. قالت لي هضري انتي احسن. انا حبيتها هي اللي تهضر في الفيديو، لكن ان شاء الله نكون وصلت الطريقه على اكمل وجه. هنا البنات البغرير راهو بدا يطلق روحو، يعني خلاص القوام نتاعو هذا هو المطلوب، على خاطر من بعد كي نخلوه يرتاح راح نزيدو كميه اخرى من الماء. شوفوا البنات انا المونتاجي في الفيديو، وانا يعني البنه تاع البغرير هذيك راها ما زالت في فمي، يعني ما شاء الله من اروع ما يكون. الكميه هذه اللي درتها كامل لما بقى فيها والو، يعني كلاوها الكبار والصغار. عندنا البنات حطيته في هذاك الصحن، يعني جاها كبير. لازمكم تحطوا، قالت لكم لازمكم تحطوا في اناء يكون كبير بزاف، باش هذاك هو كي يطلع معاكم من بعد راح يجي سوا مع مع البورطمونجي ولا مع البول اللي تحطوا فيه البغرير تاعكم. وهنا البنات حطت 6 بيضات، يعني في الكميه هذه حطت 6 بيضات، 6 بيضات وخلطتهم مع هذاك العجينه. وقالت لكم البيض حساب الكميه اللي درتو، يعني لو كان ديروا كميه صغيره حطوا 2 بيضات. هنا زدت جبت كميه من الماء، على خاطر شافتو باللي شويه تشرب، زدت كميه من الماء وخلطت هذاك الخليط وسخنت الطاجين مليح مليح، وبدات تحط في البغرير. الله الله شوفوا لي هذاك الوجه تاع البغرير كيفاه جاك، يعني كيما الشهده، من اروع من اروع من اروع ما يكون. شوف بنة لا تقاوم، بغرير على أصوله.
هذا البغرير في جيجل كاين طرق متعددة من البغرير، كل منطقة كيف يخدموه. هنا في منطقة الملية يخدموه بالطريقة هذه. في جيجل ما يحطولوش الخميرة خلاص، ويكثروا الزيت ويحطوا له البيض بزاف. يعني كل منطقة في جيجلو كيفاه يخدموا البغرير نتاعهم. لكن كل الانواع تاع البغرير خصوصا التقليديه ملاح بزاف البنات وبنان، وعندهم نكهه خاصه. ننصحكم دايما خطيكم من البغرير تاع المكسور والبغرير تاع البغا مكسور. ديروا هذا البغرير من اروع ما يكون، راح تاكلوا صوابعكم وراه. الى عجبكم الفيديو حبيباتي ما تنساوش كثروا لي من هذاك الجام باش هكذا يوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن من المتابعين. والى عجبكم الفيديو اكيد شاركوه مع الاهل والاصدقاء والاحباب. الى الملتقى في فيديو اخر.